السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفراخ الكنتاكي او الفراخ المقرمشه. هنعملها بطريقه تحفه جدا، وكمان عملنا الاندومي في البيت من اول عجينه الاندومي لحد الصوص الكوري. بس ده هيبقى في فيديو، ده هيبقى في فيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم شويه. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا هنا كنت نقع الفراخ في محلول النقع، اللي هو بيبقى عباره عن ميه وسكر وملح وخل وعصره من الليمون، ونسيب الفراخ فيها حوالي 3 4 ساعات. وبعد كده بنبدا ناخدها بقى من الميه، وشطفتها شطفتين كمان وحطيتها في مصفى. بعد كده ببدا اخد الفخد، يعني الورك لوحده والفخده لوحدها، وبفتح فتحه صغيره كده في الدبوس، وباخد برضو بفتح فتحتين كده في الفخذ، وبحاول اطلع العظمه بتاعه الفخذ بحيث ان كل التتبيله تدخل في الفخذ نفسه. هنا حطيت ملح وسكر، فلفل اسود، كاري، كركم، حطيت بابريكا، شويه من الشطه على حسب ما انت بتحبي، شويه دبس رمان، شويه صويا صوص، وكوبايه من الميه الساقعه. لازم تكون ميه ساقعه، وبتنزلي فيها الفراخ زي انت ما شايفاها كده، يعني بتنزلي بعد ما فتحناها وشطفناها شطفه حلوه. بنحطها بقى مش اقل من 3 4 ساعات، مش اقل من كده. يا ريت لو بيتيها، انا بيتها من بالليل للصبح. وبعد كده انا هنا محمد ابني كان بيعمل معايا يعني كان بيساعدني وكده. بعد كده بتاخدي بقى بتطلعي من الميه زي ما هي، ولا بتصفيها ولا حاجه، وتنزلي في دقيق. الدقيق ده بيتحط فيه معلقه من البيكنج باودر، بس مش اكتر من كده، ولا ملح ولا اي توابل من التوابل. هي خلاص شربت التوابل كلها، وطعمها اتظبط وملحها مظبوط، فمش عايزين نكمل يعني مش هنحدقها، هي هتتبل الدقيق نفسه. بعد ما خلاص نزلتها في اول طبقه، باخدها في كوبايه من الميه الساقعه تاني، وحطيت عليها معلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسود وشويه دبس رمان، بس مش اكتر. وبعد كده رحت بقى ايه، يعني بطلعها من الميه الساقعه، احطها في الدقيق تاني، واحاول ايه يعني اعملها من تحت لفوق لتحت لفوق كده، بحيث ان تعمل خربشه كده، تبقى القطعه مخربشه. هي دي اللي بتدي القرمشه. تبدأ بقى تعملي الكمية كلها، بس احسن حاجة ان ما تحطيش الكمية كلها فوق بعضها، لا حاولي توزعيها في صينية تكون واسعة، علشان يعني ما تبططش اللي احنا عملناه كله، ما تبقاش ايه ملزقة كده ببعضها. ويكون الزيت غزير، ويكون مولع عليه قبلها بشوية، اول 10 ثواني بس بتفضلي معلية، وبعد كده تبدأي تهدي وتسيبيها بقى، وتغطي وتسيبيها شوية حوالي 10 دقايق. ما تخافيش، مش هيحصل لها حاجة. وهتطلعيها من الزيت، وحاولي تصفيها كويس كده على منديل. انا طلعت اول حبه، وحطيت الحبه التانيين وسبتهم وغطيت عليهم وسبتهم شويه. كنت انا بقى الناحيه التانية كنت بعمل اندومي، ومحمد ما شاء الله عليه عمل معايا الاندومي، وعجبه جدا وعجبه طعمه. ان شاء الله هنزل فيديو الاندومي بعد دوت على طول. بصوا بقى على الفراخ وشكلها ومقرمشه وجميله، وما شاء الله مستويه من جوه، وكان طعمها رهيب، احلى كمان ما تشتروها من بره. ان شاء الله تعملوا الطريقه دي وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. اشكركم جدا على المتابعه. السلام عليكم.